السلام عليكم البنات، رجعت لكم في فيديو جديد. وصفة اليوم ان شاء الله راح تكون وصفة شكلا راهي دايره حاله صراحه، وكامل يحوسوا على الوصفه. انا درت الوصفه من عندي، درت وصفه اسفنجيه. كما تعرفوني نموت على الحلويات الاسفنجيه، يعني ما نميلش بزاف للصابلي، نحب الحلويات اللي تكون شويه اسفنجيه، نفضلها احسن من الصابلي. وكما تعرفوا كل مره ندير لكم وصفه، كاين وصفه نديرها لكم ببياض البيض وحده، كاين الوصفات نديرهم لكم بالبيض الكامل. الوصفه تاع اليوم فقط ببياض البيض، واحد البنه، واحد الطراوه، مزيج بين البراونيز، بين المسكوتشو، بين الكيك، قراف بنينه يعني، وبزاف سهله، خلصتها في وقت قصير بزاف وبدون فرينه ولا زيت، ما فيهاش ني فرينه ني زيت. وتجيب البسكويت ومشي بالميزان، يعني بالكيلة فقط. استعملوا اي كاس يكون متوفر عندكم، وتقدروا ديروها فاسيلمون. تبعوا معايا طريقه التحضير والمكونات. هنا البنات كما قلت لكم نستعملوا الكيلة، انا استعملت فنجال فقط. هنا عندي كيلة بياض البيض، هذا الفنجال دالي 2 بياض البيض. ديروا رشه ملح باه يجينا توازن في الذوق. ونحتاجوا نص كيلة سكر، كيلة ناقصه شوي زبده ذايبه وبارده. هنا نطلعوا بياض البيض تاعنا مع السكر، نص كيلة فقط، باسكو البسكوي اللي حنستعملوه جاي حلو. اذا استعملتوا بسكوي ما فيش حتى سكر، تقدروا ديروا كيلة كامله سكر، هكذا ونقصوا شوي، ما ديروش كيلة كامله، مثلا كيلة ناقص اسبوع او اسبوعين. المكونات دوك نكتبهم لكم في صندوق الوصف. عندي كيلة بيض، كيلة مكسرات، كيلة بسكوي مطحون، كيلة ناقصه شوي زبده ذايبه وبارده، ونص كيلة سكر. فوالا بزاف سهله. هنا نبقاو نطلعوا في بياض البيض تاعنا حتى نتحصلوا على قوام ثلجي. كما راكم تلاحظوا تقدروا تستعملوا سكر عادي ولا سكر غلاس، كيف نفس النتيجه. هنا ديت بسكوي مون بزاف بنين، او داير حاله هذا البسكوي ثاني. ديت منه كميه كيلة، يعني نتوما شوفوا رحيو على حسب الكميه اللي حتستعملوها. انا ما ديتش بزاف، حوالي 4 حبات فقط كفاوني. شوفوا الشوكولا كفاه فيه الداخل، هايله وبنينه وماهوش حلو ويجي مقرمش بزاف للناس اللي تحب القرمشه. شوفوا الشوكولا الداخل كفاه دايره. هنا نجيو نرحيو الحبات تاعنا، رحيتهم عادي. تقدروا تستعملوا بسكوي عادي ولا بسكوي فوغي بالشوكولا، لكم الاختيار، يعني نفس النتيجه تقريبا. هنا ترحيوه بودره، لازم يرجع رطب بزاف كما راكم تلاحظوا. ونجيو نبداو نضيفوا في المكونات الجافه. قلت لكم عندي كيلة بسكوي. الكيلات تاع المواد الجافه ديروهم بومبي، ما ديروهمش ممسوحين، يعني تزيدوا شويه على الكيلات تاعكم. هنا عندي كيلة كاوكاو محمص ومرحي. هنا المكسرات اللي حيبان الذوق تاعهم هو الكاوكاو، ما تستعملوا ني جوز ني لوز. البندق ثاني مليح، اذا استعملوا النوازيت ولا الكاوكاو، هادو في زوج راح يمدوا لكم ذوق مليح. هنا نستعمل كيلة البسكويت تاعنا. قلت لكم شوفوا كيف راني ندير فيها بومبي، مانيش ندير فيها ممسوح. هنا درت ملعقه صغيره كاكاو بني، اختياريه. الى حابه الكاطو تاعك يجي لداخل شوكولا، ديري ملعقه كاكاو بني، سينو تقدروا تستغناو عليها. نخلطوا المكونات مليح بهذه الطريقه باه ما يهبطلناش الخليط تاعنا. هنا الحاجه الوحيده اللي مازالت لنا هي المارغرين. بعد ما نديروا هذه المكونات كامل باش نديروا المارغرين تاعنا، ما نديروهاش دوكا. المارغرين كشغل حتخفف لنا هذاك الخليط. تقدروا ديروا نص كيلة مارغرين ولا كيلة ناقص اسبوعين، يعني فوق النص كيلة بشويه. نجي ندمجها مليح مع باقي المكونات كما راكم تلاحظوا. فوالا هاوليكم الخليط اللي نتحصلوا عليه، رطب صراحه بزاف بنين هذا الكاطو. انا كي يكون الكاطو بنين راني نقول لكم جيبوا اي مول سيليكون يكون متوفر عندكم. انا استعملت هذا الحجم تاعو راه شوي كبير، ماشي بزاف، لكن ماشي الاحجام اللي ما نستعملها معكم. درت كميه في الاسفل كما راكم تلاحظوا، ما ديروهاش الفوق. شوفوا تقدروا ديروا رشه خميره، راح يضاعف لكم الحجم، لكن بياض البيض وحده يكفي، هو اصلا يضاعف الحجم تاع الكاطو. ديروا هذه الحركه وتحطوا الكاطو تاعكم يطيب، ماشي بزاف، حوالي 10 دقائق على نار متوسطه او قليله. هنا بعد ما طاب لي حطيته في الكونجيلاتور، كونجليتو، من بعد نحيته هكذا باه نيفيتي انه يتكسر لي. بالك كنت نحيوه وهو سخون، اولا حيت فتت لكم ولا يتكسر لكم.
هنا نجيو نملاو البسط هذاك بالكراميل. الكراميل صنعتها انا، راني حاطط لكم ديجا الفيديو في لاشين، تقدروا تحوسوا ليها وتلقاوها. الكراميل انا ما نشريهاش صراحه، نستعملها عفوا نخدمها في البيت، تجي بنينه ومميزه جدا جدا جدا، ما تجيش كيما تاع برا، تجي حاكمه روحها وتجي كراميل مملح. هنا حطيت الكاطو تاعي يبرد لي حوالي 5 دقائق فقط في المجمد، وراني نجبد فيه وراني نقلاسي فيه. هنا الشوكولا هذه شريتها هكذا ديجا، فيها كاوكاو ولا نوازيت، نورمال كاوكاو، يعني ماشي انا درت لها المكسرات، شريتها جاهزه، ذوبتها مع 4 ملاعق زيت كيما راكم تلاحظوا. نجيو نقلاسيو الحبات تاعنا، فوالا كي تقلاسيو الحبات تاعكم كي تحطوها خليوها شويه ومن بعد مشيوها باش ما تجيش الحافه تاعها فاسده، باه تجي الحبات عفوا الحافه تاعها مفينيه. هنا تكملوا الحبات تاعكم كامل كيما راكم تلاحظوا، طريقه بزاف سهله. فوالا الشوكولا تحبوا تستعملوا بالحليب او سوداء ولا ذوق النوازيت ولا الذوق اللي تحبوه. هكذا قلت لكم نحطوها ونخليوها شوي ومن بعد نمشيوها باش تنشف لنا بطريقه مليحه. هنا نجيو للتزيين تاعنا. التزيين تاعنا عندي كاوكاو محمص ماشي مرحي، انا قطعته بالموس شغل دششته بالموس ماشي بلا شوا. وهنا ضفت له كميه من الكراميل وحطيته في الميكرووند 5 ثواني وجبدته. فوالا شوفوا الكراميل كيفاه طلقت روحها. ونجيو نخلطوا الكراميل، ما تكثروش الكراميل، جوست ما تشوفوا الكاوكاو تاعكم تغلف بالكراميل خلاص تحبسوا، ما تضيفوش كراميل باسكو كي تعمروه بزاف كراميل وتحطوه فوق حبه الكاطو تاعكم، مع مرور الوقت هذيك الكراميل تبدا تسيح يعني تبشع لكم الكاطو تاعكم. اذا نتوما الكراميل كي تضيفوها ضيفوه بشويه فقط بالملعقه صغيره وتحركوا. كي تشوفوا حبه الكاوكاو تغلفت سيبون خلاص، ما تضاروش تزيدوا حتى ترجع سائله كيما درت انا. هنا جا حاكم روحو فقط، يعني ماشي شرط نديرو كراميل باسكو في الوسط ديجا درنا كراميل، علاش نديرو من فوق فقط باه الكاوكاو يجي متماسك مع بعضه. هذا ما كان. تقدروا هكذا وديروا فايدو وتحطوه في الكيسات تاعكم، يعني بزاف سهل وبزاف بنين. انا من عشاق الحلويات الاسفنجيه واني مديرت لكم بزاف انواع، يعني من نهار حليت لاشين الله يبارك وانا ندير لكم في الحلويات الاسفنجيه، درت لكم بزاف انواع باذواق مختلفه، فاني شوكولا كراميل، ان شاء الله نزيد ندير لكم اذواق اخرى. وهنا البنات نكون وصلنا لنهاية الفيديو تاعنا. هذه النتيجة النهائية تاع حلوى اليوم، حلوى اسفنجية سهلة ماهلة، خلصتها في مدة قصيرة بدون فارينة، ما فيها ني فارينة ني زيت ني نشا، بعيدا عن الصابلين بدلوا شوية. فوالا هاي لكم الحبه كيفاه تجي باهيه بزاف. انا الحجم درت شويه كبير، نتوما اذا درتوا حجم صغير اكيد راح ندير لكم كميه اكثر من هكذا. انا درت لي 8 حبات، لكن طبعا اذا صغرتوا المول ندير لكم حوالي 12 حتى 15 حبه. وهاو شكلها كيفاه يجي لداخل اسفنجي وتذوب في الفم، روعه روعه روعه. نتمنى تكون عجبتكم الوصفه وجاتكم سهله وتجربوها، وتخليوا لي آراءكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم في جروبي كويزين بريتي سوسن، والله ابعثهم لي في انستغرام. شكرا، تهلاو في رباحكم.